تمام بامانه يعني. النتيجه دي بتاعت ربنا، انت بتعمل اللي عليك وبتسيب بقى على ربنا. تمام. انت حسام حسن موقف لي ال 11 ورا ليه؟ ما بص كده كده زي ما يكون واحد مثلا بيتضرب عمال يحط كده على وشه كده على وشه، ما بيدافعش عن نفسه يعني. فاهم؟ بيدافع، فجت على عينك يحط ايدك، جت على عينك حاجه يحط ايدك. ما هو خير وسائل الدفاع اللي هي الهجوم، فهو ما بيدافعش عن نفسه وعمال يتضرب وخلاص. انت بتتضرب فاكيد انت بتدافع، الضرب مش فيك، عمال تصد فانت اكيد هتيجي واحده فيك في يعني ضربه هتعدي وتوصل للخصم يعني. ده الماتش سنغال عمال تدافع طول الماتش، ففي كره الشاطر دخلت جول الماتش طلع منه. احنا اتخطفنا خلاص كده. انت فاهم؟ احنا الجون جه اصلا مع ان كان فاضل 10 دقائق او ربع ساعه، قلنا مش هنعرف نعوض. ما عندكش انت اصلا موقف العلم كلها، ولما بدات ترجع الوقت كان سرق. طب حسام حسن يكمل مع المنتخب لكاس العالم ولا نقول له شكرا؟ انا شايف ان هو يكمل ياخد فرصه. طب ما هو انت شايف ايه تحقيقنا في كاس العالم؟ معقوله ان احنا رايحين طمعانين في كاس العالم؟ لا مش طمعانين في كاس العالم. ما انت بتقول ما حققش، هيحقق ايه يعني؟ هو لو كبيره هيحقق ايه حسام حسن؟ اقول لك على حاجه، ولو وصلنا دور ال 16 ده برده مش حاجه واو يعني. بالنسبه لكاس العالم مش حاجه واو، هي هتبقى واو لمصر لاول مره. بس هو اللي عمله هو افضل حاجه. ان احنا مثلا مع انت لو جبت مدرب حسام حسن كاس العالم. لا ما انا شايف نفسي لو جبت جوارديولا نفسه مش عارف يعمل معانا حاجه. خلاص هو يكمل. بس ان ما فيش حد ياخد يكمل يعني بس لكاس العالم. بس كاس العالم انت عندك مثلا في بطوله افريقيا هتتلعب 27 لو عمل نتائج ايجابيه في كاس العالم وارد يحصل. المغرب نفسها مش هتعمل اللي هي عملته تاني يعني. ما اعتقدش ان في، انت تفتكر ان في منتخب عربي، مش هتكلم افريقيا ولا حاجه، هل في منتخب عربي يقدر يحقق زي مثلا المغرب عملته؟ حتى المغرب نفسها تقدر تعمل الكلام ده؟ احنا بص بنتكلم ككوره يعني، لا بس كل حاجه ما هو ماشي طبيعي، كل حاجه وارد يعني. كل حاجه وارده، بس انا بتكلم يعني يا كابتن هي كوره وارد تحصل. ما انا عارف كل ده والله. ما في فرق صغيره بتكسب فرق كبيره وتاخد منها بطوله، بس طبيعي ما احنا عارفين. بس انت بتتكلم في الواقع اللي انت فيه يعني. مثلا المغرب لو انت جيت طموحهم ايه اصلا في كاس العالم اللي فات، كان يقول لك برضه اعدي من المجموعه بس. لكن هي فضلت ماشيه معاهم ان يفوز على اسبانيا ويفوز على البرتغال ما تنزل انت اعمل اللي عليك. ما هو كده هيبقى نازل عامل اللي عليه. لا يعني ابدا صح، يلعب صح، اللعيبه تقطع على كل. طب انت تفتكر يعني الكابتن حسام حسن في بطوله افريقيا كان بيدافع صح كده؟ في بطوله افريقيا كان بيدافع، هل تفتكر انه هيجي في كاس العالم يهاجم؟ هو هيهاجم في كاس العالم على حسب المنتخب اللي بيلعب. انت عندك بلجيكا وهنلعب نيوزيلندا ولا مين تاني معانا يعني؟ انت لا مش ايرلندا، ايا كان يعني. احنا هنلعب اول ماتش بلجيكا، تفتكر ان احنا نقدر نهاجم بلجيكا بدي بروين ودوكو والناس دي؟ لا صعبه شويه. طيب يعني انت شيء طبيعي ان انت هتدافع يعني، هتلعب بطريقه دفاعيه، فهيتعمل فيك زي ما اتعمل في السنغال، زي ما السنغال عملت معاك. هو انت عاوزني مثلا دلوقتي كل ماتش مثلا يعني انا بتكلم انت مثلا هاجي اقول لك يعني السنغال ديت مثلا مش قوتنا كاس العالم للانديه، لما اجي اقول لك الهلال هيلاعب السيتي، خلاص ما لعبوش بعض اهو بس هيلعبوا بعض، تمام، مين يفوز ومين يكسب نتيجه كبيره؟ الهلال عمل ايه؟ جاب 4-3 يعني، جاب 4 اهداف في مين؟ احسن مدرب في العالم واحسن لعيبه واحسن فريق صح كده. طب الهلال هاجم ولعب بشخصيه البطل صح كده، وعمل بطوله جميله يعني تتحسب له في قوه الفرق اللي هي موجوده دي. ده انت لو تعادلت معاهم وخسرت ضربات جزاء انت عملت انجاز صح كده. انا بتكلم في كده. ليه لا برضو ان انا كمنتخب مصر ما اروحش العب بلجيكا بطريقه هجوميه زي مثلا هقول لك مع الكابتن حسن شحاته احنا لعبنا البرازيل بكره هجوميه ظروف الماتش بتقدمك برضه تمام ماشي. طب انت شايف ان حسام حسن يلعب بطريقه هجوميه في كاس العالم ولا يلعب بنفس الطريقه اللي لعبها في افريقيا؟ مش عارف، مع ان دي مش المفروض طريقه لعب حسام حسن. حسام حسن عاوز تفتكر ليه اي حاجه تفتكر ليه حسام حسن عشان يقول اللي عمله بيحاول يقفل؟ ما هو يعني هو حتى لو جاب افريقيا مثلا هيتقارن مثلا بالجوهري وحسن شحاته؟ مش هيتقارن، بس هيتحط من ضمن المدربين اللي حققوا بطولات مع منتخب مصر. حاجه دي يا جماعه بعد غياب 16 سنه
تفرق برضه صح. يعني هتفرق. لما مثلا جبت بلد 16 سنه ما حققش في كام نسخه، ما حققش البطوله، خدها مدرب مصري تتحسب له. طب هو كان خايف يهاجم عشان كده وعاوز اكسب باي طريقه وخلاص؟ خايف الهاجم يخش فيها اهداف كتير ما يعرفش يعوض. اقول لك بقى المدافع واخطف كوره، مش كل مره تمشي معاك، مشيت معاك ماتش. مين افضل لاعب في المنتخب في بطوله افريقيا؟ من وجهه نظرك انت؟ واحنا مش هنتصل بالناس نقول لهم من وجهه نظر الناس ايه، لا من وجهه نظرك انت مين افضل لاعب في شايف حمدي فتحي. انه ما لعبش ماتش وحش. حمدي فتحي اصل امام عاشور كان له وعليه. هو امام عاشور برضه خلي بالك ليه عذر ان هو جاي بعد مرض. ربنا يشفي كل مريض. مش هيمشي من الزمالك بس انا بحبه يعني كلاعب كوره. لا مالهاش دعوه بقى، هو انت بتشجع النادي وهو مشي، احنا بنتكلم على لاعب كلاعب كوره يعني. كلاعب كوره. بس انا بتكلم على حمدي كل ماتشات بروح واحده يعني. بامانه. طب انت ممكن اخترت مثلا حمدي فتحي عشان خاطر ان احنا كنا بندافع وهو كان بيقطع كور كتير وظاهر في الدفاع وكده، يعني لو كنا بنهاجم كان ممكن حمدي فتحي ما يظهرش. لاعب هجومي اللي هو صنع اهداف كتير، بس في كذا ماتش هيبقى موجود. بس حتى الجول اللي مرموش جابه في الماتش اللي كان موجود سهل. بس كان هو عمل عليه مجهود اللي هو كرة كان يعني كان جون حلو. جون حلو. انا بتكلم اللاعب اللي هو اداؤه ثابت، اللي هو بقاله فتره كبيره مثلا بيلعب اول بطوله لحد اخر ماتش هو ما اتغيرش. طب شايف مين مثلا ما راحش المنتخب كان ممكن كان نفسك يبقى موجود يعني؟ موجود. قلت لك ناصر ماهر. مفيش لعيبه ثانيه. انا شايف ان ناصر ماهر كان لابد يبقى موجود، مش عارف ليه ليه. طب مكان مين؟ يعني هياخدوا مثلا انت مكان مين؟ انت عندك 30 لاعب. ما هو هيشيل حد، هتشيل مين؟ انت ما انا بقول لك اللي هيجي يمسك المنتخب مش هيختلف مع حسام في 2 3 لعيبه يعني. بس اقول لك على حاجه، انت واخد لعيبه كتير يعني. صلاح محسن كان يروح المنتخب؟ لا طبعا. طب مين كان يروح؟ شايف مروان حمدي كان ممكن يحق له ان هو يبقى احتياطي اصلا ولا لا؟ هو اصلا ما كانش في حد، لان اصلا كذا ما لعبش. هو ما لعبش حتى وانا هجيب لك لاعب ما لعبش. هو كان كان حاطط مرموش دايما مهاجم. مصطفى محمد واسامه فيصل ما لعبوش. هو كان بس كان بيلعب مصطفى محمد عشان كل ماتش الناس بتتكلم عليه، ما بيلعبوش. ينزله في اخر دقيقتين 3 كده. يعني انت شايف ان دي اهانه لمصطفى محمد؟ مصطفى محمد نجم كبير، ما فيهاش الا منه. زي تزود ده 92 91 الكلام ده. وهو حتى كابتن حسام غالي اتكلم فيها ان مصطفى محمد التزم يعني وكان محترم ان هو مثلا ما عملش مشاكل وما. طب انت رابطها ان هو عشان اهلي وزمالك وكده بامانه؟ قول الحقيقه. انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. دايما اللاعب اللي بيلعب في الاهلي بيروح المنتخب بيلعب على طول. طب انت شايف ان اللاعب ولا على حاجه زيزو قعد يلعب كام سنه في الزمالك لما كان بيروح المنتخب؟ انا عاوز اقول لك كمان بس قعد 6 سنين ولا 5 سنين من 2019 وهو ماشي مثلا 5 سنين او 6 سنين. افضل 6 سنين في حياه زيزو. ماشي بس هو لسه بادئ مع الاهلي. بيلعب كان بينافس على احسن لاعب داخل القاره. مش حصل؟ كان بياخد هداف الدوري. حصل. اكتر لاعب كان بيجيب اهداف طول الموسم. خد هداف الدوري بتاعنا قبل كده مع الزمالك. خد احسن لاعب في مصر. حاجه من الاثنين دي. تمام. ما افتكرش انا جوائز فرديه كتير كان بياخد. كان دايما هو كان نجم في الزمالك. الاختلاف كان على طول احسن لاعب في مصر احسن لاعب في مصر. بدليل اي لاعب بتاع الاختلاف اغلى لاعب كبير. الجمهور الناس بتتفق زي شيكا زي تريكا زي الناس دي. عليه اختلاف. تلاقي ناس بتتكلم عليه لا ميسي لا رونالدو. كان زيزو كان من اللعيبه الكبيره. لا ده ما بقاش اختلاف، هو بيقارنوه ما بين لاعب تاني مين افضل بس. لاعب كبير يعني. فمش عليه اختلاف يعني. قعد قد ايه قعد 6 سنين صح؟ على طول بص شال الزمالك هو زيزو كان بيلعب منتخب مصر كان بيلعب 19 ضربه جزاء. ما لعبش 10 دقايق منتخب مصر على بعض. طب ليه؟ زيزو دلوقتي حاليا اصلا في الاهلي مش في ماتشات يا ابني لعيبه كتير يا ابني. لا ما كانش بينزل اصلا. افريقيا بدات ديت اللي فاتت. اللي هو مين؟ زيزو. كان مين اللي كان ماسك المنتخب؟ جروش. هو اخر واحد كان ماسكنا جروش صح؟
انت فاهم يا ابني مش جه حسام البدري وبعد كده ايهاب جلال. لا البطوله اللي كاس الامم الاخير. كاس الامم الاخير اللي هي كانت مع جروش دي. احنا وصلنا للنهائي قدام السنغال وغلبت. ضربات جزاء. زيزو دايما كان بينزل في الدقايق اخر دقيقتين اخر ثلاثه. كانش اساسي. ما كانش اساسي. تعالى بقى شوف زيزو دلوقتي. طب هو جروش كان هيمشيها اهلي وزمالك برضو؟ انا مش بقول لك بقى جروش ما شاء الله ولا في الكويس. انت اديني سبب من الاسباب اللي حصل لها في مصر ما تعرفش منتخب مصر اساسي. هو ماشي، ما هو كان بيلعب هيلعب على صلاح. وبعدين صلاح برضه لما ترجع مثلا ل3 4 سنين كان اداؤه افضل من كده بكتير، هو ما كانش ينفع يلعب عليه. صلاح ما بيأديش المنتخب زي ليفربول وبقى نسمع كتير بس بيجيب اجوال، وهو يعتبر هو يعني قرب انه يعدي الكابتن حسام حسن في التهديف لمنتخب مصر. فلما اجي اقول حسام مثلا صلاح ما كانش بيأدي، هي الناس كلها شايفه صلاح عشان ما بيجريش كتير وما بيبذلش مجهود وما بيدبش، فاهمني؟ فالناس شايفه ان صلاح صلاح ليه؟ خلي صلاح ما انا لا انا بقول لك على زيزو، بقول لك على زيزو كان وقتها مثلا مش هيلعب على صلاح، ما هو صلاح برضه كان في الليفر. صلاح ما هو زيزو بيلعب في نص الملعب يا ابني، لا هو ده مش مكانه، ما هو اللي بيلعبوا في نص الملعب بيلعبوا غلط عشان هو عاوز يلعبه خلاص. هو زيزو مكانه نص الملعب، وزيزو هاف وبيلعب مكان صلاح، ففي المنتخب صعب ان هو يلعب على صلاح، حتى لو صلاح مستواه ما بيجريش كتير وما بيدبش معاك، بس صلاح ممكن من انصاف الفرص يجيب لك اجوال. يلعب الناحيه الثانيه عايز يلعب عادي. هيلعب على مرموش او تريزيجيه؟ مرموش ما كانش موجود. ليه ما كانش موجود؟ ليه ما كانش موجود في المطلق؟ لو كان موجود ما كانش لسه ظاهر. ده كان تريزيجيه بقى في الوقت ده كان يعني جامد جدا، كان صعب ان هو يلعب عليه برضه اساسي. تريزيجيه برضه المنتخب قعد فتره كان افضل لاعب في المنتخب تريزيجيه، بدليل ان تريزيجيه دايما هو اللي كان مثلا في معظم الماتشات كان هو اللي بيخلصها لك، تريزيجيه عن صلاح كمان. يعني بديل ينزل يعني ما هو كان واخده بديل اهو. بديل ايه؟ ما كانش بيحصل خالص. يعني زيزو ما كانش بيلعب دقيقتين. انت دلوقتي تقصد ان زيزو دلوقتي بقى بيلعب كتير عشان راح الاهلي؟ انت يا ابني عاوز تعمل مشاكل دايما مع جمهور الاهلي، انا مش عارف انت مالك ايه. انا ماليش دعوه، انت حر. انا بقول لك على حاجه. اتفضل. مصطفى شوبير راح المنتخب، ليه راح المنتخب؟ وليه بيلعب يعتبر محمد الشناوي؟ يعني انت حتى شايف ان هو ما يروحش يبقى دكه في المنتخب؟ ده بيلعبه، ده دي كارثه. لما وصل ضربه جزاء في ماتش اي حد يوصل بالعبط. طب شايف مين يروح مكانه؟ هو دلوقتي في حراسه المرمى كان واخد الشناوي الكبير والشناوي الصغير، او ناخدها شوبير والشناوي اللي هو احمد الشناوي بتاع بيراميدز، وكان واخد محمد صبحي. ناخد 3 حراس، لازم 4. لازم 4 لازم 4 انا ايوه، لا مش سر الصف عظيم يا رب، بس هي لا عشان برضو لا قدر الله ممكن تحصل اصابات بتاع عادي. 3 حراس ايه المشكله؟ وانت ما هو لو وجوده هيفرق في ايه؟ مش هيزعل في حاجه. حارس مرمى مثلا ممكن يبقى انا مش بجامله على فكره، انا كنت اكتر واحد يسال اكرامي، كنت بقول المفروض ما ينضمش عشان ما بيلعبش، بس انا بقول لك فكره الكابتن حسام كان واخده ليه. بس انت برضو لو شفت مثلا هتاخد لي 4 حراس مرمى، انت خد 4 اختار كده. هو احمد الشناوي وصبحي محمد الشناوي. طب انا شايف صبحي ما كانش يروح المنتخب. انا ناخد ده اداؤه وحش جدا. لعيب اساسي، اصل ناخد مين؟ هو افضل من الموجودين في الدوري. ده هو اساسي في الفتره اللي اتصاب فيها عواد، خلي بالك. لا صبحي الفتره اللي خد فيها عواد، اللي اتصاب فيها عواد. مين اللي كان لا صبحي بادئ الدوري من اول انت بتتكلم على السنه دي. امال ايه؟ ما هو كان مين اللي ماسكنا؟ المدرب اللي هو البرتغالي ده، العبيط ده البرتغالي، كان عاوز اللي يلعب برجله وبتاع، فكان اصلا بيقعد عواد بمزاجه، هو ما كانش بيحب عواد. انا بكلمك بقى على اللي بيلعب دلوقتي اساسي. هو كان بيلعب اساسي، بس هل صبحي يستحق برضه ان هو يروح المنتخب؟ يعني انا من وجهه نظري لا. مين افضل منه في الدوري من صبحي يعني؟ انا مش متابع الدوري ده، انت احرجتني. انا بقول لك واحد افضل منه. مش متابع الدوري. طب ما تسالني على الدوري السعودي اقول لك ناخد مندي. ده مندي بيخوف. ما انا مش متابع الدوري المصري عشان اقدر اقول لك، ما بتفرجش عليه اصلا، ما بتفرجش على الزمالك يعني. ما اعرفش حراسه المرمى محمود. لا مش فاهم، ممكن حسام حسن صح في حراسه المرمى، خد افضل 4 وخلاص. بس حتى بيلعبوا، حتى يعني مثلا بيخليش ماشي، بس هو لما بيشارك ما بيأدي. يعني هو لما بيشارك بيأدي، بس انت واخدها بنفسنا عشان هو ابن شوبير واهلاوي. لا انت انا دلوقتي مثلا ليه ما بيلعبش احمد الشناوي بديل مثلا؟
يعني انت شايف الشناوي احمد الشناوي عنه افضل منه. قصدك افضل من شوبير السنه دي، افضل من الاثنين. طب ما كانوا بيلعبوش ليه حسام حسن؟ احنا بقى نسال السؤال ده اه وادرى واحد بالاجابه هو اللي جاوب. ماشي، هنشوف حسام حسن هيرد علينا يقول لنا ايه. ماشي.